dames en heren. نعوذ بالله من ذلك. بيبدأ فيلم النهاردة بشخصيتنا الرئيسية نادية، وهي شغالة في المحل بتاعهم، هي وباباها ومامتها واخوها عادل. وبنعرف ان حالتهم المادية مش مستقرة، بس رغم كده عايشين بسعادة. بيفتحوا المحل وبيدخل شابين لعادل وبيقعدوا يضايقوه ويتنمروا عليه، لحد ما بتلاحظ نادية وبتروح عشان تدافع عنه وبتطردهم بره المحل، وبتقوله انه لازم يدافع عن نفسه بعد كده. في نفس الوقت بيدخل المحل 3 أشخاص، وبنلاحظ إن في زبون غريب واقف بره بيبص ناحية عادل. وبعدها بيدخل المحل وبيروح له، بيقدم له العيش السخن، بس بيبان على الراجل التوتر وبيبدأ يبص حواليه ويكح. بيروح عادل يجيب كوباية مية وبيقدمها له، بيشربها الراجل الغريب. وبنلاحظ السماعات اللي لابسها ومندمج فيها جدا، بيشيلها من على ودنه وبيبص لعادل وبيقول له أنا ما كنتش مصدق الكلام ده في الأول لحد ما سجلته على الشريط بنفسي. بيمسك الشريط وبيحطه قدام عادل وبيقول له 3 حاجات: أعوذ بالله من ذلك وارحمنا يا رب. بيسكت شوية وبيقول له ما تطلعش بره دلوقتي عشان الوضع هيكون خطير، وبيسيبه وبيمشي. بياخد عادل الشريط وبيستغرب كلام الراجل الغريب. في نفس الوقت بنرجع لل3 أشخاص اللي كانوا لسه داخلين المحل من شوية. بيروح واحد منهم وبيسرق فلوس من الماكينة، بس نادية بتمسك ايده عشان تمنعه. بيقول لها انه محتاج الفلوس دي جدا وانها مسألة حياة او موت، وبيسيبها وبيطلع بره المحل. بتروح نادية لاخوها عادل وبتقوله على اللي حصل عشان يروح وراهم، بس بيفتكر كلام الراجل الغريب ليه انه ما يطلعش دلوقتي عشان الوضع هيكون خطير. بتسيبه وبتروح لابوها وبتقوله. بيطلع بره المحل عشان يلحق الناس اللي سرقت منهم الفلوس، وبعدها بتطلع الام. وفي ظرف 3 ثواني بيحصل انفجار وبيموت كل الناس اللي كانت واقفة بره المحل. بتموت الأسرة كلها، وبيفضل عادل ونادية من غير أب وأم. بيروحوا قسم الشرطة عشان تكمل التحقيقات، وهناك بيعرفوا إن الراجل الغريب اللي دخل لعادل هو السبب الرئيسي للانفجار، وإنه كان زارع قنابل حوالين جسمه. بتبص نادية ناحية عادل وبتشوف في إيده الشريط، ولما بتسأله إيه الشريط ده بيقول لها إن الراجل سابهوله قبل ما يعمل العملية دي. بيدخل 2 ضباط وبيبدأ التحقيق، وبيسألوهم هل الراجل ده دخل عندهم المحل ولا لأ. بيرد عادل وبيقول أيوة. بيسأل الضابط التاني هل اتكلم مع حد فيكو؟ بتسبق نادية في الكلام وبتقول لأ، وبتاخد الشريط من إيد عادل وبتخبيه. بيخلص التحقيق وبتقوم نادية عشان ترجع البيت، بس عادل بيبدأ ينهار وبيقول لها نرجع البيت لمين؟ ما بقاش في حد موجود، لا أب ولا أم. وبيفضل يعيط. بتطلع نادية وبتسيبه وبتتصدم لما بتشوف عدد الجثث اللي اتسببت في العملية دي، وبتبدأ تعدي من حواليهم لحد ما بتتكعبل في جثة منهم، بس بتاخد الشريط وبتقوم. بترجع البيت هي وعادل وبيسألها أخدت الشريط ليه. بتقوله إنها لازم تعرف السبب ورا التفجير، وكمان السبب ورا موت أبوها وأمها. بتحط الشريط وبتشغله، بتلاقيه فاضي لحد ما بتظهر أصوات غريبة معظمها صريخ متداخل في بعضه بطريقة مرعبة، وبيجي سؤال واحد بصوت واضح وبيقول من هو ربك؟ بتتصدم نادية من اللي سمعته هي وعادل. وبتعدي الأيام وبتدخل نادية مدرسة داخلية، وفي حصة الدين بتبدأ المدرسة تقول لهم من هو ربك؟ هو أول ما يسأل عنه العبد داخل القبر، وإنها مرحلة مؤقتة هنفضل فيها لحد ما يجي ميعاد يوم القيامة. بتسكت المدرسة شوية وبتروح ناحية نادية وبتسألها مين يقدر يجاوب على السؤال ده. بتجاوب نادية وبتقول الله. بتكمل المدرسة الدرس وبتقول إنها إجابة صحيحة. طب الناس اللي هتكون مترددة ومش هتعرف ترد بيحصل لهم إيه؟ أول حاجة بيضيق القبر عليهم لحد ما تتحشر ضلوعهم في النص، وبعدها بتسأل الملايكة تاني من هو نبيك؟ ما هو دينك؟ والناس اللي مش هيكون عندها إيمان مش هتقدر تجاوب، وهيكون مصيرهم عذاب القبر لحد ما يروحوا النار. بتسألها نادية ليه عذاب القبر موجود طالما كده كده عذاب الآخرة والنار موجود؟ بتتعصب المدرسة وبتقول لها ده سؤال ضعيف ومفتقر للإيمان. بتقرب وبتقول لنادية إنها إيمانها ضعيف، ولما يجي ميعاد عذاب القبر ويوم القيامة هتعرف إنها كانت على غلط. بيعدي الوقت، بتطلع نادية تجري عشان تهرب من المدرسة، وبتقابل عادل وبيكملوا طريقهم للهرب من ناحية النفق المظلم اللي محدش بيقدر يهرب منه لأنه بيتقال عليه إن جواه أشباح. بيسألها عادل ليه لسه عايزة تشوف القبر اللي اتسجل جواه الشريط؟ بتقوله عشان تثبت إنه شريط مزيف وإن مفيش حاجة اسمها عذاب القبر. بيدخلوا النفق مع بعض وبيشغل عادل كشاف النور، بس بيطفي منهم بسرعة. بيقف وبيقول لنادية إن نفسه بدأ يروح. بتبص نادية وراها ومش بتلاقي أخوها، وبيفضلوا ينادوا على بعض بس من غير نتيجة. بتكمل نادية طريقها وبتشوف عيل صغير قاعد على الأرض. بتسأله أنت مين؟ بيقول لها بصوت مرعب إسماعيل. بتلف وبتطلع تجري لحد ما بتطلع من النفق، وبتشوف أخوها مقبوض عليه من إدارة المدرسة.
بتروح نادية مع المدرسة للمكتب وبتشيل منها الطرحة البيضة وبتحط لها طرحة حمراء وبتقول لها ربنا عطانا البلاء ولازم نتقبله عشان خطايانا تتمحي. بتبدأ تعيط نادية على أبوها وأمها. بتتعاطف معاها المدرسة وبترجع لها الطرحة البيضة. بتسألها نادية مين هو إسماعيل؟ بتتوتر المدرسة من كلامها. في نفس الوقت بتقاطعهم المدرسة بتاعت الصبح وبتدخل عليهم وبتشد الطرحة البيضة وبتلبسها الطرحة الحمراء. بتقول لها عشان الكل يعرف إنك ارتكبتي جريمة. بيتجمع الطلبة وهم رايحين الحصة وبتعدي جنبهم عربية فخمة وبنعرف إنها لصاحب المكان أشرف، وبيقولوا عليه إنه شخص تقي وهو اللي بيتبرع بفلوس تعليمهم من جيبه. بتروح نادية الحصة وبتبدأ تحفظ قرآن لحد ما بتشوف المدرسين بيتكلموا مع بعض. واحدة منهم بتقول للتانية إزاي هنفضل ساكتين وكل ده بيحصل؟ بترد عليها وبتقولها إنه بيأمن للولاد مستقبلهم. بتتعصب المدرسة وبتقولها زي ما أمن مستقبل إسماعيل كده. بتسكت شوية وبتسألها أشرف عايز مين من الطلاب المرة دي؟ بترد عليها وبتقولها عادل أخو نادية. في نفس الوقت بتكون نادية سمعت الحوار كله وبتروح بسرعة عشان تحذر أخوها، ولما بتوصل بتلاقيه جوه وبتلاقي عربية أشرف صاحب المدرسة بره. بتجري عشان تلحق أخوها بس بيمنعوها، وبنشوف عادل هو كمان بيستنجد بأخته بس من غير أي فايدة. بيحبسوا نادية جوه أوضة. بتقلع الطرحة وبتربطها في الخشبة وبتجري عشان تتكسر. بتقع على الأرض ولما بتقوم بتعرف إن خطتها نجحت وبتنط من الشباك. بتقابلها إيمان المدرسة وبتديها الشنطة بتاعتها وبتقول لها إنها جمعت حاجاتها كلها وحطت لها فلوس، وبتتأسف على اللي حصل لها واللي لسه هيحصل لها وبتسيبها عشان تهرب. بتجري نادية وبتشوف عربية أشرف بترمي عليها طوبة، ولما بينزل من العربية بتجري من الناحية التانية عشان تطلع عادل واللي بيكون ذهنه شارد. المهم بتاخده من إيده بسرعة وبتروح ناحية النفق وبتقوله إن ده الحل الوحيد عشان يهربوا، وبيدخلوا النفق. بتسأله إيه اللي عملوه فيه بس مش بيرد عليها وبيقطع كلامهم صوت ضحك مرعب. بتكمل طريقها بشجاعة وبتحاول تهدي عادل، ولما بتبص وراها مش بتلاقي عادل أخوها وبتلاقي إسماعيل، ولحظاته بيختفي هو كمان. بتسأله أنت مين؟ بيقول لها إسماعيل. بتيجي الكاميرا ناحيته وبيفضل يطلب المساعدة. بتجري نادية وبتلاقي عادل لحد ما بيطلعوا من النفق. بتعدي السنين وبنشوف راجل عجوز ميت، وبنعرف إن نادية كبرت وبقت شغالة ممرضة، وبما إن الراجل مات خلاص ومعندوش قرايب هيتدفن على الطريقة الإسلامية. بتروح نادية وبتساعد باقي العواجيز في دار المسنين لحد ما بينادي عليها نزيل مهم هناك، ولما بتدخله بيطلب منها تطلع ولاده عشان مش عايز يشوفهم تاني. بيطلعوا بره وبيطلب منها كوباية شاي وبيروح يشغل أغنية، وبتبدأ إيده تتشنج وبيروح عشان ياخد الدواء. وبنشوف مسدس جوه. بتروح نادية تعمله الشاي وبيدخل عليها ولاده وبيقولوا لها إن اللي في دماغك ده عمره ما هيحصل، إنه يحبك ويديكي فلوسه، حتى لو مش بيحبنا هنفضل ولاده. بتبصلها نادية بكل ثقة وبتقول لها أنا أقدر أخليه يعمل اللي انتوا عايزينه ويرجع معاكوا البيت، بس بشرط هتركعي على ركبك وتنزلي تبوسي رجلي. بتسكت نادية شوية وبتقول لها إيه كنت مفكراني غلبانة عشان يتيمة؟ حلك الوحيد إنك تركعي. بيبصلها باستغراب شديد وبيسيبوها وبيمشوا. بتاخد الشاي وبتدخله الأوضة. بتلاقيه بيعيط وبينادي على مامته، وبنعرف إن عنده زهايمر. بتخليه يمدد على السرير وبتطلع تليفونها وبتصوره فيديو. بترجع أوضتها وبتنقل الفيديوهات على الكمبيوتر وبتبدأ تتفرج عليها، وبعد ما بتخلص بتبدأ تتفرج على برامج دينية وعلمية بتتكلم عن الأشباح وعذاب القبر. بيعدي الوقت وبنشوف عادل أخوها هو كمان كبر وبيبدأ يغسل الميت، وبعدها بينقلوا العربية وبيروح يسوقها. وبيشوف نادية وبيسألها هو ده الراجل المنشود؟ بتقوله لأ، كان عايش حياته بطريقة مستقيمة. بيقول لها يمكن ليه أسرار. بترد عليه بحدة وبتقوله إنها مش هتجازف بعد السنين دي كلها. بيروحوا يدفنوا الجثة وبيسألها عادل مش المفروض عذاب القبر يكون للروح الملعونة مش الجسم؟ بتسكت شوية وبتقوله الاتنين واحد. بيقول لها عادل بس ده جنون. بتقوله إنها خلاص اختارت هدفها، الشخص الأشر اللي هتنزل مع القبر وقت موته. بيسألها عادل مين هو، بس بتتهرب نادية من الإجابة وبتقول إنها هتثبت إن كل ده خرافات، بالظبط زي دافع الراجل الغريب اللي تسبب في موت أبوهم وأمهم في أول الفيلم. بترجع أوضتها وبتفتكر أبوها وأمها زمان في المحل والانفجار اللي حصل لهم. بتفوق وبترجع للحاضر. في نفس الوقت بيرجع عادل البيت، بس بيلاقي مراته بترميله شنطته وبتطرده وبتطلب منه الطلاق بسبب إهماله ليها. بياخد شنطته وبيمشي. بتروح نادية جولتها المعتادة في دار المسنين وبتتأكد من نومهم وكمان قفل الأبواب. بتسمع صوت موسيقى وبتروح بتلاقي الراجل العجوز مشغل فيديو وبيسأل نادية إذا كانت مؤمنة ولا لأ. بيسكت شوية وبيقول لها إنه مش مؤمن، عشان كده ما عندوش أي إحساس بالذنب سواء بالسرقة أو الكذب أو حتى القتل، وإن مفيش حاجة اسمها عذاب القبر.
لأن لو حسبنا إن التعذيب ناحية الجسم، طب ما الجسم هيكون من غير روح، يعني مش هيتأثر. وكمان في ناس بتحب التعذيب، معنى كده إنهم هيستمتعوا. ولو كان عذاب القبر متوجه للروح، وقتها هتكون إيه أهمية الجسم؟ بيكمل كلامه وبيقوله مع ذلك عملت أعمال صالحة من وجهة نظر الناس في الدنيا. بترد عليه نادية وبتقوله زي إنك صرفت على طلاب المدرسة الداخلية. بيستغرب وبيسألها أنت مين؟ بتقوله أنا واحدة من الطلاب دول، وبنعرف وقتها إنه أشرف صاحب المدرسة. بتكمل كلامها وبتقوله أنت كنت بتغتصبهم، وأخويا عادل كان من الضحايا بتوعك، ده غير إسماعيل اللي اختفى في ظروف غامضة بعد اللي عملته فيه. في نفس الوقت بتسكت نادية وبتبص ناحية الباب، وبتعرف إن عادل أخوها سمع كل حاجة. بيدخل عليهم الأوضة وبيبدأ يعيط ويفتكر اللي حصل في الماضي. بيجري ناحيته وبيخنق رقبته. بتنادي عليه نادية وبتقوله يوقف اللي هيعمله. بيسيبه عادل، وبيقوم أشرف يقعد على السرير وهو بيضحك وبيقول إن قصة حياته مثيرة للاهتمام ولازم تتكتب في كتاب. بيبص لهم وبيقول لهم إنه افتكرهم، وإنهم يتامى بسبب الحادثة اللي حصلت لهم وهم صغيرين، وإنه كان يقدر يخلي حياتهم أحلى من كده. بترد عليه نادية وبتقول إن حياتهم كويسة وإنهم عندهم هدف، وهدفهم إنهم يعرفوا لما واحد زيك يموت ويدخل القبر هيتعذب ولا لأ، ولا كل ده من الأول كان عبارة عن خرافات. بيضحك وبيقول لها قصدك عذاب الملاكين جوه القبر، منكر ونكير. بيطلع المسدس من الدرج والناس بتبدأ تتجمع. بيبص لنادية وبيقول لها عذاب القبر هيواجه كل واحد بخوفه الأعظم. انتي مثلا خوفك الأكبر هيكون إن يطلع كل كلامهم صحيح عن عذاب القبر، إنما أنا إن أعيش حياتي من غير معنى، وده في حد ذاته جربته. بياخد المسدس وبيضرب نفسه بيه. بيروحوا يغسلوه، بس عادل بيفتكر اللي حصل له وبيروح بينهار شوية جنب الحيطة. ولما بيخلص بينقلوا الجثة للقبر بتاعها، وهناك بيسأل نادية طالما كنت عارفة هو مين من الأول ليه ما خلصتيش عليه؟ بتقلع على القميص بتاعها وبتقوله إن غرضها أكبر من الانتقام، وبتنزل معاه القبر. بيديها كاميرا وبيقول لها تفضل معاها، ولو حصلت أي حاجة تنادي عليه ومش لازم تكمل لحد الفجر. بتبص له وبتقوله ما يبعدش عنها. بيستغرب وبيسألها انت خايفة؟ بتسكت وبتطلب منه يقفل القبر عليهم. بيتقفل القبر فعلا، وبتشغل الكاميرا بالإضاءة الليلية. في نفس الوقت بيكون عادل قاعد فوق لحد ما تخلص التجربة المجنونة دي بتاعت نادية، اللي لسه محدش فيهم عارف عواقبها عليهم هتكون عاملة ازاي. وانت كمان صديق المشاهد لو عايز تعرف ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة. بتيجي الكاميرا على تعبان اسود بيزحف جنب القبر، وبننزل تحت النادية اللي لسه مشغلة الكاميرا بتاعتها وبتجيبها ناحية الجثة. في نفس الوقت بيقرب تعبان من عادل، ولما بيشوفه بيتخض وبيرجع يفوق بعد ما كان بيروح في النوم. بتثبت نادية الكاميرا ناحيتهم بالجنب وبتغمض عينيها. بيجي الصبح بيفتح عادل القبر وبياخد نادية. بتطلع نادية الكاميرا وبتشغل الفيديو، بس بتلاقي كل حاجة طبيعية. بيسألها عادل عن إحساسها دلوقتي، بس مش بتلاقي رد. بتاخد كارت الميموري وبتقرر تشارك ده مع الناس. بترجع لحياتها الطبيعية قبل ما هتطلع على التلفزيون، وبتحضر هتقول ايه. هتحكي عن ابوها وامها اللي ماتوا من غير سبب، وعن اشرف اللي قدام الناس كان بيعمل خير، وان هو في الاصل شر متأصل وليه ضحايا اغتصاب كتير، وانها نزلت معاه القبر، وان طالما واحد شرير زيه ما جالوش عذاب قبر يبقى مفيش حاجة اسمها عذاب قبر من الاساس. بيجي ميعاد الحلقة وبدأت تحكي للناس قصتها، وانها نزلت القبر مع الشخص ده بعد وفاته. بيشغلوا الفيديو قدام الناس، وبتعرف ان الفيديو اتبدل بأمر من المذيعة. بتروح ناحية المونتاج وبتطلب منهم عرض الفيديو الحقيقي، بس بتعرف ان كلامها من غير فايدة. بتاخد كارت الميموري وبتبدأ الناس تهاجمها عشان بتشكك في الدين. بتمشي وبتروح لعادل تتخانق معاه، وبتقوله ازاي تبدل الفيديو، بعد كل ده ازاي تحطني في الموقف ده. بيرد عليها وبيقول لها انها السبب في كل اللي حصل له. بتتعصب نادية وبتقوله انت ضعيف الشخصية ومن غيري عمرك ما كنت هتعرف تعيش. بيسكت شوية وبيقول لها انها السبب الحقيقي في موت ابوهم وامهم، لو ما كانتش قالت لهم على الفلوس اللي اتسرقت كان زمانهم عايشين، وان كل حاجة حصلت في حياته بعد كده كانت هي السبب الرئيسي فيه. بترجع اوضتها وبتمسك صورة عيلتها وبتحضنها وهي بتعيط وبتفتكر ذكريات الماضي. بتريح دماغها على المخدة عشان تنام، بس بتقوم بسرعة لما بتسمع صوت أشرف اللي لسه ميت ونزلت مع القبر بينادي عليها. بتقوم وبتروح تفتح الباب وبتسمع صوته بينادي عليها للمرة التانية. بتروح ناحية أوضته وبتفتح الباب وبتبص فيها داير ما يدور، بس مش بتلاقي حد فيها وبتكون فاضية. بتقفل باب الأوضة بسرعة، بس بتسمع صوته بينادي عليها تاني. بتفتح الباب وبتشوف شبح جثته في كورنر الأوضة بعيد. بتبص تاني بس بيختفي. بتروح ناحيته وبتشوف ايدين شبح عند الستارة، وبعدين بتشوفه على السقف بيشاور على الباب. وهناك بتشوف مريضة وبتروح عشان تهديها وترجعها سريرها عشان تنام، بس بتقول لها ان جوزها بيخونها. بتستغرب نادية وبتقول لها هو هنا معاكي، هيلحق يخونك فين بس؟ بتشاور لها على الأوضة. بتروح نادية الأوضة وبتفتح الباب، بتلاقيه فعلا بيخونها مع زميلتها، واللي بنلاحظ وقتها انها معاقة
ورجلها مختلفة عن التانية في الحجم. بيطلع الزوج وبيحاول يتأسف لمراته اللي بتنهار في الأرض، وبتروح نادية عشان تخليه ينام في أوضة تانية ويسيبها لوحدها دلوقتي. بتروح الست تشغل الغسالة وبتحط هدومها وبتقلع الخاتم، بس بعد شوية بتنسى إنها قلعته، وبتطلع الهدوم من الغسالة وبتقعد تدور عليه. بتدخل بجسمها جوه الغسالة وبتشغلها غصب عنها. بيلف جسمها بسرعة وبيتحشر شعرها جوه. بتحاول تطلع عشان تقفلها، بس بيتشال جلدها من على وشها وبتموت. بينهار جوزها لما بيعرف، وبتتنقل جثتها للمشرحة. في نفس الوقت بتسمع نادية صوت أشرف بينادي عليها تاني. بتقرب من مصدر الصوت، ولما بتلف وشها بيظهر شبحه جنبها بسرعة. بتصحى من النوم وبتعرف إنه كان كابوس مش أكتر. بتطلع من الأوضة وبتسمع صوت راجل بيعيط. بتفتح الباب وبتعرف إنه العجوز الخاين بيعيط على فراق زوجته اللي ماتت. بيبص لها وبيقول لها نفسي أتكلم معاها المرة واحدة بس، أعتذر لها عشان أرتاح في قبري لما أموت. بتقفل الباب وبتروح نادية لواحدة من العواجيز وبتقول لها إنها عندها قدرة للتواصل مع الأموات. بتقول لنادية باستغراب: وانت من امتى بتصدقي في ده؟ بتسكت نادية شوية وبتقول لها هصدق لما أشوفه، وبتطلب منها المساعدة. بيتجمعوا كلهم حوالين الترابيزة اللي مليانة شموع، وبيطلبوا من نادية تقرب منهم وتقعد معاهم عشان تبدأ طقوس تحضير الأرواح والتواصل مع الأموات. بتروح تقعد معاهم وبيمسكوا إيدين بعض. بتبدأ الطقوس والست بيغمى عليها وبيحل محلها الزوجة. بيعيط الزوج وبيطلب منها إنها تسامحه. بتقوله إنها مش هتسامحه غير لما يقتل اللي كان بيخونها معاها، وإنها هي اللي أغوته، وإن ده الحل الوحيد عشان تسامحه. بتستغرب نادية من اللي بتسمعه وبتبص عليهم بذهول، وبتكدب اللي بيحصل. بتطلب منها الست تغمض عينيها عشان تصدق، لأن الحاجات دي عايزة ثقة. بتقفل عينيها وبتبدأ تشوفهم لحد ما بتقع عينيها على الست الميتة. بتقوم نادية بسرعة وهي خايفة، وبتروح تفتح الشبابيك وبتقول لهم يلا ميعاد الغدا. بيبدأ الكل يقوم، وبتفضل نادية واقفة لوحدها شوية تستوعب اللي حصل، لحد ما بتسمع صوت حد بينادي عليها. ولما بتبص مش بتلاقي غير الست اللي عندها القدرة على التواصل مع الأموات. بس الغريب إنها سمع صوت عادل أخوها، وبيقول لها أنت لازم تساعدي إسماعيل، الولد اللي شفناه في النفق واحنا بنهرب من المدرسة الداخلية. بتتصل بيه عشان تطمن عليه، وبيقول لها إنه شغال، وبيقفل. بيبدأ يقطع هدوم الجثة عشان يغسلها، وبعدين بيروح الدولاب بتاعه. بس وقتها بنلاحظ إن الجثة اتحركت من مكانها واتعدلت عشان تقعد. ولما بيوصل عادل الدولاب بتاعه وبيفتكر كلام أخته عن تغيير شريحة الميموري، بيبدأ يسمع صوت خبط جاي من جنبه. بيفتح الدولاب بس بيلاقيه فاضي. بعدها بيسمع صوت خبط جاي من ناحية الباب. بيفتح بس مش بيلاقي حد. بيقفل الباب تاني وبيروح ياخد الميموريهات وبيرميها، وبيروح يلبس لبس التشريح. بس بنشوف الجثة وهي واقفة على رجلها، ولما بيبص ناحيتها بيترعب لما مش بيلاقيها في مكانها. بيجري ناحية الباب بس بيلاقيه مقفول. بيلف جسمه وبيقرب بهدوء. بيشوف الجثة وهي عمالة تتمشى. بيترعب وبيجري ناحية الباب بسرعة وبيحاول يفتحه، بس من غير فايدة. بيجري بسرعة وبيطلع المفتاح وبيفتح الدولاب بتاعه وبيستخبى فيه. بيعدي شوية وقت وبيفتح الباب بالراحة، مش بيلاقي حد. بيقفله وبيرجع يفتحه تاني وهو بيعيط من الخوف. بيشوف الجثة قدامه. بيلف راسه يمين وشمال وبيشوف حواليه الجثث وبيقعد يصرخ. في نفس الوقت بنروح لنادية اللي بتيجي زميلتها العرجة وبتسألها من مين بتطلبي الرحمة والمغفرة لما تغلطي. بترد نادية وبتقولها من الشخص اللي غلطت فيه. بتكمل البنت كلامها وبتقولها طب لو كانت المعصية ناحية ربنا. بتسكت شوية وبتقولها أنا يتيمة ومحدش كان بيحبني، وما صدقت يكون في حد بيحبني ومتقبل شكلي زي ما هو. وقبل ما تكمل كلامها بيجي الزوج الخاين وبيحاول يقتلها زي ما طلبت منه مراته. بتاخدها نادية بسرعة وبتحاول تهربها وبتقفل الباب عليه. بس في نفس الوقت بتاخد البنت سكينة من زمايله في دار المسنين وبتقع في الأرض. بتقرب نادية منها بسرعة وبتقولها إنها هتتصل بالإسعاف، بس البنت بترفض. بتقولها الحياة كده كده متعبة وأنا خلاص أخدت حظي منها ومفيش حاجة تخليني أعيش. وبتطلع السكينة من جسمها قدام نادية وبتكمل على نفسها. بيبص راجل ناحية نادية وبيقولها الزانية في النار، عذاب القبر حقيقي، يوم القيامة حقيقي. بتعيط نادية وبتقوله مين قالك كده. بيشاور لها على الأوضة. بتقوم بسرعة وبتروح ناحية الأوضة. بتلاقي تقرير على التلفزيون بيقول بعد ما الممرضة ادعت إن مفيش حاجة اسمها عذاب القبر، بدأت الناس تعمل نفس التجربة وتدفن نفسها مع ناس ميتة، واكتشفوا إن عذاب القبر حقيقي. وانتشرت فيديوهات كتير عن الموضوع وتسجيلات صوتية وتجارب شخصية. بيطلع بعدها شيخ وبيشكر نادية إنها خلت الناس تؤمن وتثبت إن عذاب القبر حقيقي، وده هيخليهم يرجعوا لتقوى الله أكتر وأكتر. بتحاول نادية تستوعب كل اللي بيحصل لحد ما بتظهر الست اللي عندها قدرة التواصل مع الأموات، وبتقول لنادية إنها السبب في تغيير العالم دلوقتي. بتتعصب نادية وبتقول طب إزاي واحد زي أشرف ميت بسلام من غير عذاب. بتجري بسرعة وبتنزل الشارع وسط فوضى نهاية العالم، وبتروح تحفر قبره تاني وبترمي الخشب بإيديها وبتنور بالكشاف.
بس المفاجأة إن القبر فاضي مفيهوش حد أصلا. ولما بتنزل بيتردم القبر عليها، بتحاول تحفر وبتقعد تنادي على أخوها عادل عشان يلحقها. بتوصل لمكان آمن جوه القبر، بس بتقعد تسمع أصوات صريخ مرعبة. بتقفل عينيها وبتقنع نفسها إنها مجرد هلاوس مش أكتر. بتنور بالكشاف حواليها وبتقوم تقف تكمل طريقها، بتحاول تدور على مهرب، بس الأصوات حواليها بتبدأ تعلى أكتر وأكتر. بتسأله أنت مين؟ بيقولها أنا إسماعيل. بتبص ناحيته وبعدها بتطلع تجري من الخوف لحد ما بتشوف أخوها عادل من بعيد عمال يغسل جثة. بتقرب ناحيته بس فجأة بتلاقيه وراها، وبعدها بتظهر جثة من وراها وبيسألها كل ده لسه مش قادرة تشوفي؟ بتطلع تجري وبتحاول تهرب بأقصى سرعة. بتقف وبتعيط وبتطلب من أبوها وأمها إنهم يساعدوها لحد ما بتلاقي مكان طالع منه نور أحمر. ولما بتدخله بتلاقي إنه المحل بتاعهم، وبتشوف الراجل وهو بيسرق وهي ماسكة إيده، وبتشوف أبوها وأمها واقفين بره وبيشاوروا لها. بتعيط وبتسيب إيدين الراجل الحرامي لحد ما بيختفوا كلهم. بتطلع بره الأوضة وبتكمل جري لحد ما بتلاقي مجموعة أشخاص بيطلبوا منها إنها تساعدهم، ولما بتسألهم إزاي بيقولوا لها ساعد إسماعيل. بتعيط وبتقول لهم أساعده إزاي بس. بيبدأ نور الكشاف يروح ويجي. بتغمض عينيها وبتشوف شيطان وراها. بتكمل طريقها وبتشوف إسماعيل بتمسك إيده عشان يهربوا من المخلوق اللي بيجري وراهم. بيشكرها إسماعيل وبتنط جوه الحفرة. ولما بتفوق بتلاقي نفسها جوه القبر لسه. بتقعد تنادي على عادل بس بتلاقي تعبان بيدخل القبر وبيمشي على جسمها، وبعدين بيروح ناحية الجثة وبيدخل جوه بقها. بتمسك الكاميرا عشان تسجل اللي بيحصل وهي مرعوبة. بتتعدل جثة أشرف من مكانها، وبنبدأ نسمع صوت غليظ بيسأله أسئلة عذاب القبر: من هو ربك؟ من هو نبيك؟ ما هو دينك؟ وكل سؤال مش بيرد عليه بيتضرب على وشه، وبعدها بتتجدد خلايا وشه تاني، وهكذا لما بيطلع التعبان من جوه بقه وبيبدأ في رحلة عذابه. وكل مرة بيتجدد فيها وشه من أول وجديد لحد ما بيقرب منه مخلوق وبيسأله من هو ربك، وبيبدأ يهاجمه. في نفس الوقت بتعيط نادية وبتقول إنها عايزة تتوب. ساعدوني، عايزة أتوب إزاي؟ بتبدأ تنهار، بس بتسمع أصوات بتبدأ تعلى الناس حواليها، أو جثث بمعنى أصح بتقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. بتبدأ تدعي معاهم بصوت عالي لحد ما بيتفتح القبر، وعادل بيمد إيده عشان يطلع أخته نادية، وبيبان عليه آثار ضرب غريبة، وبيبدأ القبر ينهار من حواليهم. بيتسندوا على بعض وبيطلعوا يجروا، بس عادل بيقع في نص الطريق وبيقول لها إن هو مش هيقدر يكمل. بتقومه وبتقوله إنهم هيرجعوا مع بعض، بس فجأة عادل بيقف وبنسمع صوت غليظ بيقول من هو ربك. وبس كده صديقي المشاهد، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.